السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل على المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت ريكاب سريع. احنا خدنا general overview ال reinforcement learning. بستخدمه امتى، ايه التاسكات اللي بحلها بيها، الحاجات اللي هي محتاجة sequential planning أو sequential decision making عامة. وبرضو قلنا شوية basics أو fundamentals عن مكونات ال environment بتاعت جيمنازيوم. قلنا ازاي نكريت الورلد أو ال environment بتاعتنا. النهاردة إن شاء الله الجول بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله النهاردة إن احنا نكريت environment كاملة بسيطة خالص. زي ما احنا قلنا برضو الفيلوسفي بتاعت السيشنز دي ان عايزين نتجنب الحاجات اللي بتخلي reinforcement learning صعب في الأول. أو زي ما احنا قلنا كده اللي هو deep reinforcement learning as I know it، أو الحاجات اللي أنا كنت هعملها لو بدأت تاني من الأول خالص. فاحنا قلنا عشان نبقى متعلمين أي حاجة لازم لنا ثلاث حاجات: الإكزامبلز، وبعد كده الترمينولوجيز، والثيري. المفروض الحاجة لما بتثبت كويس بيكون عدد الاكزامبلز أكتر بكتير جدا من عدد الترمينولوجيز، وعدد الترمينولوجيز بيكون أكتر من عدد الثيري، بحيث يكون معاك اكزامبلز كتير تقدر من الاكزامبلز دي تطلع definition، ومن الديفينيشنز دي تقدر تعمل الثيري أو تفهم الثيري. فالنهاردة هنشوف أول اكزامبل إن شاء الله معانا. هيكون حاجة بسيطة جدا. كل الناس أكيد عدت عليها قبل كده، إن هي بتقدر تعمل كلاسيفيكيشن اذا كان بالنيورال نتورك. وطبعا كلنا عارفين الايريس داتا سيت اللي هي بتاعه الفلاورز. فالنهارده احنا هنعمل نفس التاسك اللي الناس كلها عارفاه، بس بال الفريم ورك بتاع الايه، الديب رينفورسمنت ليرنينج. تمام. او الانفايرمنت. احنا لسه كل ده ما اتكلمناش على الماثيماتيكال فورميوليشن او الماثيماتيكال ديفينيشن بتاع الحاجه اللي احنا بنعملها. فما تقلقوش، عادي خالص. وبرضه لو في حاجة وقعت من الفيديوهات بحيث ان انت في حاجة ما فهمتهاش قوي، مش مشكلة خالص. كده كده هنعيد عليهم تاني قدام ان شاء الله، بس هنزود عليهم طبعا حاجات اعمق. لان جيمنازيوم ما بتخلص، يعني جيمنازيوم فيها كمية حاجات مهولة احنا مش محتاجينها كلها طبعا، بس في حاجات كتيرة جدا 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 يوسفل. النهاردة ان شاء الله هناخد الحاجات الفاونديشن اللي تخلينا نقدر نعمل التاسك بتاعنا. تمام. طيب، فزي ما احنا قلنا كده نبدأ ان شاء الله نلود اللايبرز بتاعتنا. طبعا زي ما احنا عارفين اول حاجة جيمنازيوم جيم. وطبعا هنحتاج الداتا سيت بتاعتنا نجيبها من سايكت ليرن عادي خالص. داتا سيتس امبورت لود ايرس، هي دي. تمام. طيب، طبعا زي ما احنا فاكرين لود ايرس كان بتديني الديكشنري ده، في عندي الداتا ده اللي هو الاكس او الفيتشرز بتاعتي، وفي الاخر خالص عندي التارجت تقريبا اهو. كان اسمه التارجت فعلا اهو. التارجت ده اللي هو الواي بتاعي او الليبلز بتاعت الداتا. طيب ازاي يعني عندي داتا زي كده، ايه الفكرة بتاعتي او ازاي اقدر احطها في environment؟ بكل بساطة احول الفيتشرز اللي عندي دول للاوبزرفيشن، الاوبزرفيشن ستيت. لان زي ما احنا عارفين قبل كده برضو الاوبزرفيشن دي حاجة الايجنت المفروض بياخدها علشان يبريدكت الاكشن، او الديفينيشن بتاع البوليسي اللي هو البروبابيليتي ديستريبيوشن او الكونديشنال probability بتاعت الاكشن جيفن الايه الستيت. فاحنا عندنا الستيت جاهزه اهي. ده المفروض الايجنت يعمل له بريدكشن. طيب حلو قوي. انا كده اسال نفسي سؤالين: الاوبزرفيشن سبيس بتاعتي آه عباره عن ايه؟ هل هي integers او discrete values ولا continuous؟ طبعا زي ما احنا شايفين هنا continuous، فيبقى اوتوماتيك. اول حاجه ابدا افكر فيها البوكس سبيس.
زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، البوكس بستخدمها في الاكشن سبيسز والاوبزرفيشن سبيسز اللي هي واخدة values continuous. طيب دي اول حاجة. تاني حاجة التارجت بتاعي او الواي، ده المفروض الايجنت يعمل له prediction. زي ما احنا شايفين هنا هو discrete، واخد 3 values اللي هو 0 او 1 او 2. فادي كده عندي الاكشن سبيس بسيطة خالص discrete، والdimensions بتاعتها 3. وطبعا عندي هنا الاوبزرفيشن سبيس هتكون continuous، الدايمنشنز بتاعتها 4. تمام، او الشيب بتاعها يعني. طيب نبدأ نلود ال اسمهم ايه السبيسز بتاعتنا. دوت اعتقد كان اسمه سبيسز import. عايزين البوكس وعايزين الديسكريت. تمام، انا كده معايا كل حاجة انا محتاجها. طيب آه، اوكي، نخلي معانا الاكس بره كده علشان نقعد نجرب فيها، والواي هتكون اللي هي لود ايرس، بس اللي هو التارجت. تمام. طيب نيجي نفتح الدوكيومنتيشن. احنا زي ما احنا قلنا اهم حاجة واحنا بنتعلم من الدوكيومنتيشن. آه فهو عاملين هنا في الدوكيومنتيشن حاجة اسمها توتوريالز، وحاطين فيها البيزكس، ازاي ان احنا نعمل كاستم انفايرمنت، وازاي نهندل التايم ليميتس والحاجات دي كلها. طبعا في حاجات كتيره جدا 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 بره التوتوريال دي، زي مثلا الانفاليد اكشن ماسكينج. يعني لو انت مثلا عندك انفايرمنت او في وورلد، زي مثلا وليكن الشطرنج، زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت كده، ما يقدرش ان انت تعمل اكشنز في بدايه الجيم. في اكشنز بتبقى forbidden، ممنوع عنك، زي مثلا ان انت في بداية الجيم خالص تروح محرك مثلا الوزير. طبعا هو مقفول، لازم تحرك مثلا يا اما الحصان يا اما العساكر، الحاجات دي كلها. في حاجات كتيرة جدا زي ما احنا قلنا. طيب هم هنا عاملين environment grid world، ممكن تقروها، بس احنا هنعمل حاجة ابسط منها شوية. طيب زي ما احنا شايفين كده، احنا ممكن ناخد منهم البتاعة دي as a template يعني ونعدلها. طيب احنا هنا مثلا نسميها عندنا iris env، وطبعا بتنهرت من كلاس او اللي هو موجود في جيمنازيوم. زي ما احنا قلنا عندنا 4 حاجات لازم نعمل لهم اوفر. ده البيزكس. اول حاجه طبعا الاوبزرفيشن سبيس لازم نعمل لها اوفر، والاكشن سبيس. دول كده اهم حاجتين عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما تاخد الانفايرمنت لازم تغيرهم علشان يمشوا مع المشكله بتاعتك. طيب الحاجة دي كلها هنشيلها، مش محتاجين غير الأوبزرفيشن سبيس. ودي طبعا هو حاجات متعلقة بالانفايرمنت بتاعتها، ومحتاجين الأكشن سبيس. طبعا هنا في عندي زي ما احنا شايفين كده فوق ديكشنري اللي هو الميتا داتا. دي بتكون حاجات مش داخلة في اللوجيك بتاعي، بس هنشوف قدام الاير ريندر مود والحاجات اللي هي بتتكتب فوق دي. بس عادة برضو مش هنعملها، بس هو يعني انترودكشن سريعة. مثلا ريندر مود هيومن، هنشوف ان هو بيفتح زي ويندو كده، تقدر ان انت تشوف الايجنت وهو بينتراكت مع الانفايرمنت والحاجات دي كلها، الار جي بي اري. هنشوف برضو بيعمل ايه، وازاي نريكورد الفيديو للايجنت والحاجات دي كلها. بس احنا مش محتاجين الحاجات دي كلها دلوقتي. احنا في الاول هنبدأ very very simple علشان الفكرة تثبت. فخلينا مثلا render مود اللي هو الايه الهيومن. طيب هنا الاوبزرفيشن سبيس بتاعته هو عملها ديكشنري. زي ما احنا فاكرين المره اللي فاتت، الديكشنري دي كانت اللي هي اعتقد من الكومبوزيت اكشن سبيسز. احنا مش محتاجين كده، احنا محتاجين بوكس. فممكن نكتب، نشيل دي خالص كده، ونحط البوكس بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه فوق. طيب البوكس بتاخد 3 arguments اساسيين: اللو والهاي والشيب بتاعي. طيب
طبعا اللو اللي هو اقل قيمه ممكن تبقى موجوده في الاوبزرفيشن بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده عندنا، هناخد مثلا هنا فنشوف اقل قيمه من دول ممكن نعملها. بس يعني بالمنطق، عندنا حاجه بتقيس ورد، يعني دي كلها قياسات، فاكيد مش هتبقى اقل من زيرو. فاحنا ممكن نعمل اللو بتاعنا زيرو، والهاي اعتقد يعني ممكن نحط اي حاجه، بس اعتقد مش هتبقى اكتر من 10. يعني ممكن تشوفوا الماكس والمين من الاوبزرفيشن سبيس وتحطوها، فاحنا هنخليها 10. آه، طبعا عندنا بعد كده الشيب، ده مهم جدا. الشيب اللي هو المفروض هيكون آه، تاني واحده، اللي هو عدد الكولومز اللي عندك، او عدد الفيتشرز اللي موجود عندك. فاقول له بكل بساطه الشيب اللي عندي هيكون عباره عن آه، طبعا ما فيش شيب يبقى انتجر، لازم نحطها في المنظر اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو 4 columns. سوري معلش، لازم تبقى tuple. و طبعا زي ما احنا شايفين اول واحده بتبقى الرو، تاني اول واحده الرو، تاني value اللي هي الكولوم، فاحنا هنخليها tuple بالمنظر ده كده. طيب تاني حاجه الديسكريت اكشن سبيسز، احنا زي ما احنا قلنا عندنا 3 كلاسز، فهنعمل الدايمنشنز بتاعت الاكشن سبيس بتاعتي بتلاتة بس. ادي كده خلصت اول حاجتين موجودين عندي. طيب نيجي تاني حاجتين المفروض نعمل لهم اوفر رايد. اول حاجتين كانوا تو اتريبيوتس، بعد كده اللي بعدهم هيكونوا تو ميثودز. اول واحده عندي اللي هي الريسيت. الريسيت المفروض بتاخد ارجيومنت اساسي اللي هو السيد. آه زي ما احنا هنشوف كده تحت مثلا، الريسيت ميثود بتاخد السيد دي اهم آه حاجه يعني، او من اهم الحاجات. فنقول له مثلا وليكن السيد زيرو او ايا كان. طيب الريسيت المفروض زي ما احنا قلنا بنناديها في اول حاجه خالص، اول ما بتاخد انستنس من كلاس على طول اوتوماتيك علشان تجيب النكست اوبزرفيشن والنكست ريورد من الستيت زيرو. بتاخد ال او بتكول الريسيت ميثود. فهنقول له ان انا المفروض تريتيرن. الريتيرن في حاجه برضو مهمه، لازم بنفس الترتيب ده كده بالظبط، يعني الاوبزرفيشن والانفو. زي ما احنا قلنا الانفو المرة اللي فاتت هنبدأ نملاها، ممكن نحط فيها اي حاجة، بس النهاردة برضو هنسيبها فاضية فور simplicity بس مش اكتر، مش عايزين ندوش دماغنا بحاجات ملهاش لازمة. طيب انا عندي دلوقتي الاوبزرفيشن المفروض يجي لي من الداتا سيت. طيب انا دلوقتي عندي الداتا اللي هم الاكس بالمنظر ده كده، والواي عندي بالمنظر ده كده. فانا دلوقتي المفروض الايجنت هيريسيف وليكن الرو بالاندكس، مثلا رو اندكس زيرو. المفروض ان الاكشن اللي الايجنت يعمله يكون اكشن زيرو. النهارده برضو هتكون راندوم بوليسي، مش مفيش اي ايجنت، لان احنا لسه ما خدناش الايجنت اصلا الريتيرن بتاعه بيتعمل ازاي. بس النهارده هناخد ان هو بيجنريت الداتا ازاي، او الاكس بتاعته، او زي ما احنا قلنا كده اللي هي التراجكتوريز بتاعته اللي هو الستيت اكشن بير. هنشوف ازاي. والمره الجايه ان شاء الله واحنا بناخد الماركوف ديسيشن بروسيس والماركوف ريوردز والحاجات دي كلها، هنبدا نشوف ازاي بيجنريت الريتيرن علشان يماب الداتا اللي هو عملها او التراجكتوريز اللي هو عملها بالريتيرن. طيب دلوقتي انا عايز اديله وليكن اندكس، واشوف الكورسبوندينج اكشن بتاعه. فهاجي في الكونستراكتور اقول له مثلا عندي سيلف، لان هو لسه بادئ خالص، اقول له مثلا الاي دي اكس ايكوال 0 اللي هو الاندكس بتاعي. وبرده ده كده اول ما بيبدأ خالص. وطبعا في الريسيت اول ما بيترمينيت المفروض يرجع تاني للزيرو اندكس. ممكن انت بقى يعني تعملوا شافل، ممكن تعملوها باتشز ايا كان، شوفوا
ايه احسن حاجه. بس دلوقتي انا همشيها فور سمبلسيتي ابسط حاجه ممكن. طيب هنا الاندكس بتاعي بزيرو، و آه، ممكن برضو نخلي في التاسك بتاعي يكون episodic، فممكن اقول له مثلا self dot time steps equal 0. هنا بشوف الايجنت خد كام تايم ستيب لحد ما بيترمينيت، ويبدأ من الأول ايبيسود جديدة. طبعا في الريسيت لازم أرجع تاني التايم ستيبس لزيرو، لأن الانفايرمنت بتريسيت نفسها تاني من الأول. أنا كده معايا الاتنين دول. طيب الانفو زي ما احنا قلنا هيكون فاضي دلوقتي. الاوبزرفيشن بقى هيكون ايه؟ طبعا المفروض ان انا بديله في حاجات طبعا في الكونستراكتور احنا لسه مش قلناهاش. طيب دلوقتي المفروض ان انا بديله الترين داتا والترين ليبر، وبشوفه هيعمل فيه ايه. فبديله الاكس والواي بتوعي، وبقول له سيلف دوت اكس او سيلف خليها دوت داتا ايكوال اكس، وسيلف دوت واي ترو ايكوال الواي. طبعا ممكن نخزن برضو البريدكشنز بتاعتي، بحيث لو عايزين تعملوا كلاسيفيكيشن ريبورت او تقيسوا مثلا الاف 1 سكور وتشوفوا التريننج بتاع الايجنت الافريج مثلا اف 1 سكور بيتحسن ولا ما بيتحسنش. فممكن بكل بساطة برضو نخزن البريدكشنز، نسميها مثلا واي هات. دي هتكون empty list هنبدأ نخزن فيها. طيب حلو قوي. دلوقتي الاوبزرفيشن بتاعي ممكن نعمل فانكشن كمان. نقول له مثلا، او بلاش يعني مش عايزين نكتر، خلينا very simple نقول له ان الاوبزرفيشن على طول كده، مش لازم نقعد نوبتمايز الكود دلوقتي. نقول له الاوبزرفيشن بتاعي هيكون وليكن سيلف، انا مسميها ايه، دوت داتا سيلف دوت اي دي اكس. انا كده دلوقتي بقول له الاوبزرفيشن بتاعك هيكون الداتا او الرو اللي هو corresponding مين الاندكس اللي انت واقف عليها واللي انت مشاور عليها. طيب انا كده خلصت فانكشن او ميثود من التو ميثودز اللي انا المفروض اعمل لهم اوفر رايد. اهم واحده اللي هي بقى ايه دي اللي بيبقى فيها الزتونه الكبيره، ودي اللي بيبقى فيها الشغل كله، ودي اهم ميثود لازم تهتم بيها وتفكر في اللوجيك بتاعها كويس جدا جدا جدا. ليه؟ دي اللي بنحسب فيها الريورد، اللي هي الميثود بتاعت الستيب بنحسب فيها الريورد. الريوارد فانكشن ديزاين بتفرق جدا 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 في الليرنينج. وفي environments او worlds ان انت تعمل لها ريوارد فانكشن ما بتكونش سهله ابدا. اكزامبل على كده مثلا اللعبه بتاعت ماريو. المفروض ان الايجنت اول ما بيعمل اكشن كويس بتدي له بوزيتيف ريوارد او بوزيتيف سيجنال، بتقول له انت ماشي كويس. لو عمل حاجه غلط بتدي له بينالتي او بتدي له نيجاتيف ريوارد او ريوارد صغير. في اللعبه بتاعت سوبر ماريو بيكون في ليفل 1 في بايب، في انبوبه كده لو انت دخلت جواها بتعمل سكيب للليفل كله، وايه يعني زي طريق مختصر او شورت كات. بس الفكره التريك دي ما ينفعش في باقي الليفلز. طيب ان انت بقى تعمل ريورد تجايد الايجنت ان هو في ليفل 1 يقرب من البايب، وبعد كده المفروض ان هو يخش جواها. دي تريكي، لان هو بعد كده هيبعد مثلا عن البايب، يعني هو خلاص دخل جوه البايب وعايز يمشي بره البايب، او عايز يكمل باقي الليفل. فهيبقى تريكي شويه، يعني لو انت قربت تاني من البايب هيفضل لازق واقف مكانه. بيسموها حتى ريوارد فارمنج، ان انت لو تديله مثلا ريوارد ان هو يقرب من البايب هيفضل لازق في البايب، عشان طول ما الوقت عمال يعدي هو عمال يكولكت من الريوارد دي، وهو كده كده مش همه حاجه، هو بس كل اللي هو بيفكر فيه ان هو ماكسمايز الريوارد. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، الدايليما بتاعت التو وورلدز، لو انا عندي وورلد احسن، هو مش عارف ايه الحاجه الايثيكال. يعني لو عنده تو وورلدز
وفي وورلد فيهم الريورد بتاعته احسن، فهيترمينيت الوورلد الاولاني عشان يروح الوورلد التاني مثلا. دي دايلما مشهورة جدا. فالريورد ديزاين من الحاجات الأساسية اللي بتفرق، وفيها مشاكل كتير لسه هنشوف قدام. مشاكل كتير بتحصل في الريورد ديزاين، زي مثلا السبارس ريورد. هنشوف يعني فيها مشاكل كتيرة جدا، فان انت تهتم جدا 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 بالميثود تحت ستيب. الميثود اللي احنا هنكتبها دي تفكر في اللوجيك بتاعها كويس جدا. تمام. ورجاء تفكر فيها، ما تخليش شات جي بي تي او اي ال ال ام يوجهك في الحتة دي بالذات، لان اقسم بالله العظيم بيسوحوا جامد. ف يعني فكر فيها او اسأل حد، او حتى في فورums على الانترنت، ديسكورد، مش عارف الحاجات دي. اسأل الناس احسن. طيب، تعالوا نعمل الريورد سوري الميثود بتاعت الستيب. طبعا بتاخد الاكشن. الاكشن. طيب، دلوقتي احنا هنشوف الميثود بتاعت الستيب. زي ما احنا قلنا فيها الترمينيتد والترانكيتد. دول المفروض يفضلوا فولس. زي ما احنا قلنا الترمينيتد اللي هو الايجنت خلاص وصل، او الابيسود ذات نفسها خلصت، اذا كان وصل للهدف بتاعه او التايم ستيبس خلصت. الترانكيتد اللي هو مثلا الايجنت مات، او في حاجه آه، حصلت وقفت الايجنت قبل ما يخلص التايم ستيبس اللي المفروض يعملها. ففي بدايه التريننج طبعا، لان هو لسه مخلص، فاحنا بنحطهم هما الاثنين بفولس. فعندي هنا الترمينيتد المفروض ان هي تبقى equal false. وفي نفس الوقت برضو عندي الايه الترانكيتد، مش عارف تتكتب ازاي، نسيت. آه truncated، اي هي دي. تمام. truncated equal false. طيب، انا كده الفلاج اللي انا عامله ده بقول له انت مسموح لك ان انت تعمل ستيب. فهنا بقى الستيب بتاعتي هتكون عبارة عن ايه. اول حاجة هشوف الاكشن اللي الايجنت عمله ده، هل بيكورسبوند للواي ترو اللي هي الموجودة عندي في الداتا ولا لا. فبكل بساطة هقول له if ال كنا عايزين نقول ايه، الاكشن equal self dot y. احنا كنا مسمينها y true. self dot in كنا مسمينها ايه، اي دي اكس، باين اي دي اكس. فانا هنا بقول له لو الاكشن بيساوي الواي ليبل بتاعك، في الحالة دي هديله بوزيتيف ريورد. اقول له ان الريورد عندك بلس ايكوال 1. طيب else بكل بساطة اقول له الريورد مثلا بنيجاتيف. ايه اللي انا عامله ده، مش عارف. ايكوال نيجاتيف 1. الريورد بلس هتبقى ايكوال 1، else الريورد هتبقى بنيجاتيف 1. طبعا في هنا برضو حاجات كتيرة ممكن تتعمل في حالة الكلاسيفيكيشن. لو انت عندك imbalance الداتا، ممكن تضرب آه، اللي هي الرونج بريدكشن مثلا في ريشيو معينة، او الكوريكت بريدكشن في فاليو معينة. اذا كان الكلاسيفيكيشن مثلا الكلاس اللي هو الاقل، او الكلاس اللي هو الاعلى. يعني وليكن مثلا انا عندي وليكن كلاس زيرو قليل. فبكل بساطة اذا كان هو عمل الاكشن بتاعه وكان فعلا في الواي ترو، يعني ازود هنا مثلا اف تاني. اقول له اف مثلا الاكشن ايكوال زيرو، اللي هو الكلاس القليل اللي عندي. الريورد بدل ما تبقى ايكوال 1، هقول له مثلا ايكوال 2 وليكن، اللي هو ضربت في فاكتور او عملت اي حاجه زياده. فدي كلها افكار برضو ممكن ان انتوا تعملوها. يعني الافكار ما بتخلص في ال reinforcement learning بالذات يعني. طيب، آه
دلوقتي احنا حسبنا الريورد. آه المفروض بقى الفلاج. احنا هنا المفروض ان احنا بعد ماكسيمم نعمل مثلا حاجة اسمها سيلف دوت ماكسيمم لينث، اللي هو عدد الابيسود، عدد الستبس سوري، اللي جوه كل ابيسود، وليكن 10 مثلا، او مش لازم 10 بقى، يعني نشوف ده مثلا قد ايه. 150 مثلا. طبعا انا مش كاتب 10، ليه كاتب 150؟ لان احنا مش عاملين راندوم شافل، احنا بناخد بالترتيب، وده طبعا غلط، بس يعني ممكن نعملها راندوم شافل بحيث ان هو الموديل او الايجنت يشوف كل الداتا اللي عنده. هو المفروض تبقى 149 يعني، بس هنكتبها تحت مش مشكلة. طيب دلوقتي بقول له if self dot، المفروض اول ما التايم ستيب بتاعتي، احنا كنا مسمينها ايه، تايم ستيبس، تبقى equal self dot max length minus 1. اول ما تخلص الداتا بتاعتك كلها، الفلاجز اللي انا كنت عاملها دي هتبقى بترو. اقول له ان terminated equal true. طبعا غلط برضو ان احنا نحط الترانكيدي هنا، المفروض بيبقى ليها لوجيك، بس زي ما احنا قلنا احنا بنسهل على نفسنا النهارده بس. بعد كده ان شاء الله هنبدأ ان احنا نجعلص المواضيع. طيب هقول له ان انا عندي الاتنين دول بترو، والمفروض ان هو يستوب، وممكن ان احنا بقى نبرنت برضو الانفو. يعني الانفو برضو اعملها فاضيه، بس انتوا ممكن تعملوا فيها يعني كلاسيفيكيشن ريبورت، ممكن تعملوا فيها بريستيشن ريكول، اف 1 سكور، اي حاجه، يعني حطوا اي حاجه في الانفو. تمام. وفي حاله ان هو خلاص خلص ال اسمه ايه التايم ستيبس بتاعته، او خلص كل الابيسود، ممكن نملى مثلا الانفو دي مثلا، وليكن بالابيسود ريتيرن مين او ايا كان. طيب انا كده خلصت الستيب. برضو بريتيرن الحاجات دي آه، زي ما هي كده بالترتيب. طبعا هو هنا آه، احنا بنريتيرن الاوبزرفيشن. طبعا احنا ما كتبناش الاوبزرفيشن، نقول له ان عندك الاوبزرفيشن هيكون ايكوال السيلف دوت اكس، احنا مسمينها ايه، اكس داتا في السيلف دوت اي دي اكس. ده كده الاوبزرفيشن بتاعته. المفروض ان هو بياخد الاوبزرفيشن ده، يعني هنشوف قدام ان شاء الله ممكن نعمل نيورال نتورك، او يعني هنعمل بوليسي المفروض ان هي هتشوف الاوبزرفيشن ده، والمفروض ان هي تعمل بريدكشن للاكشن. فادي كده الاوبزرفيشن اللي عندي، وعندي الريورد. احنا كاتبين الريورد غلط طبعا، ولا كاتبينها صح؟ كاتبينها صح، اوكي. و terminated، وطبعا هنا truncated هو حاططها بفولس اوتوماتيك لان هو مش محتاجها. احنا برضو كان ممكن نعمل كده، بس احنا كتبناها. انا كده خلصت الحاجات الاساسيه اللي عندي. ممكن بعد كده هنزود وليكن render. ممكن ان احنا نعمل فانكشن مثلا اسمها get observation تدينا النورماليزد observation، لان احنا دلوقتي كل اللي احنا عاملينه احنا واخدين الرو observation، مش عاملين له اي normalization، مش عاملين اي افتكاسات، احنا مخلين الموضوع very very simple في الاول. طيب انا دلوقتي invalid syntax طبعا. آه اوكي. دلوقتي المفروض اتاكد هل الانفايرمنت بتاعتي انا عملتها بشكل كويس ولا لا. في لايبرري تانية اسمها stable baseline، اللي هي دي stable baseline 3. دي زي ما احنا شايفين كده اوريدي فيها الايجنتس يعني اوريدي موجودين، ممكن ان احنا نستخدمهم. وهنشوف بعد كده عندهم الرابرز دي مهمة جدا جدا جدا، يعني فيها حاجات كتير. وطبعا عندهم
كذا utility functions والحاجات دي كلها. بس عندهم هنا حاجة اللي هي ال environment checker دي، بتقول لي زي تيست، يونت تيست لل environment بتاعتي. فاقول له from stable baseline 3 دوت، اعتقد موجودة في الكومن، كان ايه common import ال env checker. اوكي، واقول له env دوت checker دوت check. وطبعا احنا المفروض نديله الانستنس، احنا ما عملناش الانستنس من الانفايرمنت. فاقول له ان انا عندي الايرس انف، ناخد منها انستنس، حتى ممكن نجربها قبل ما نعمل تشيك. دي احنا كنا بنديها الاكس والواي. spaces is not defined، احنا مستخدمين spaces، احنا المفروض شلنا spaces. ايه اللي احنا عملناه ده؟ اه هي كانت موجودة، احنا نسينا نعملها، ماشي اوكي. طيب طبعا زي ما احنا قلنا بنادي اول حاجة خالص env dot receipts عشان نبدأ على نظافة. ادي بتريترن فعلا observation، ده كده المفروض ان هو اول رو. اه احنا نسينا نعمل حاجة مهمة جدا في الستيب هنا، نسينا نزود الاندكس. فهقول له هنا بعد ما بيحسب الخطوة بتاعته دي، اقول له self dot ال idx plus equal 1. فهو هنا كل ما ياخد ستيب هينقل على الرو اللي بعده، وبعد ما يخلص الروز كلها ويخلص الداتا سيت بتاعته كلها هيبدأ يعمل ريسيت ويرجع تاني على الاندكس زيرو. طيب آه ادي env دوت ريسيت. عايزين نجرب الستيب فانكشن، نقول له env دوت action space دوت sample. ده كده اللي هو بيسامبل اكشن بشكل عشوائي. هنا كلاس 2 ده البريدكشن بتاعه، ده كلاس 1، كلاس 1 برضو ده كلاس 0، وهكذا. env ده كده المفروض اللي هو الاكشن اللي انا بديه للستيب فانكشن بتاعتي. اقول له env دوت step، اديها الاكشن. هي فعلا هنا اول واحده خالص، ده اللي هو زي ما احنا قلنا لما بنعمل اكشن في الانفايرمنت المره اللي فاتت، قلنا بنعمل اكشن بيرد علينا بالنكست ستيت والريورد اللي انا خدتها من الاكشن اللي انا عملته. وده المفروض الترمينيشن ترانكيشن، وده الديكشنري بتاع الانفو. فهنا طبعا البريدكشن كان غلط لان دي راندوم بوليسي، فخدت الريورد بنيجاتيف 1. ودي النكست اوبزرفيشن، اقول له ستيب، اداني اوبزرفيشن بعدها اهي، وبرده البريدكشن كان غلط. ستيب تاني، ادي كده اللي بعدها، وهكذا. طيب المفروض هنا بقى نديله الانف، نشوف هتعدي مليون تيست ولا لا. اه كده ما عدتش. كده بيقول لي في assertion error. ايه بقى ال assertion error؟ بيقول لي انت عندك ال observation space والداتا تايب بتاعت الاكشن سبيس، سوري، الداتا اللي عندي اللي انا واخدها اللي هي الاكس دي، مش نفس الداتا تايب بتاعه الاوبزرفيشن سبيس بتاعه البوكس. واحده فيهم فلوت 32 اللي هي البوكس، ده الاكسبكتد، هم اكسبكت ان الاوبزرفيشنز دي تكون التايب بتاعها فلوت 32، بس هو لقاها فلوت 64. الحاجات دي بتفقع، بس للاسف هي موجوده. طيب فاحنا كل ببساطه هنقول له ان الاكس ده نمباي اري. اعتقد كان بنغير اس تايب، اه اس تايب فعلا. ان بي دوت فلوت، نكتبها بايدينا مش مشكله، فلوت 32. احنا مش عاملين اصلا ان بي، صباح الفل. طيب import numpy as np. طبعا في هنا 9 زياده، معرفش جت ازاي. واقول له ادي الاكس بتاعتي. نعمل تاني ال env. اه كده الحمد لله عدت، ما دام ما طلعليش اي حاجه معناها كده ان هي ايه، عدت
بسلام. طبعا ممكن بكل بساطة، احنا لسه ما خدناش الايجنت بيشتغل ازاي، ما خدناش اي ايجنت من الايجنتس اللي هم موجودين هنا دول الاساسيين، او مش دول بيز لاين ايجنتس. بيز لاين لما انت بتعمل اي الجوريزم، بنجرب واحد او اتنين او تلاتة على حسب الحاجات اللي هنا دول. بس هنشوف، يعني هنشوف لسه قدام هنختارهم بناء على ايه. تمام. طيب. آه طبعا النهارده الحمد لله كده يعني شفنا ازاي نقدر نعمل environment لتاسك بسيطة جدا. المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نشوف ازاي الكلام ده بيفورميوليت بشكل فورمال، يعني فورمال ماث. وهتكون ازاي نحسب الريتيرن. احنا دلوقتي كل اللي احنا اتعلمناه ازاي بنجنريت داتا. زي ما احنا قلنا الرينفورسمنت ليرنينج المفروض ان هو بيجنريت الداتا بتاعته. طبعا احنا عندنا اوريدي داتا موجوده، بس نفترض او يعني هنشوف قدام ان شاء الله ان احنا ما عندناش اي داتا خالص، والمفروض ان هو بيشوف الستيت، هيعمل ستيت اكشن بير. ده كده بنسميه تراجكتوري، يعني ستيت اكشن بير، ستيت اكشن بير، ستيت اكشن بير بشكل كبير كده. ده كده بسميه تراجكتوري واحد. الداتا سيت بقى كذا تراجكتوري من دول. هنشوف ازاي دي كده التراجكتوريز دي بتكون هي زي الفيتشرز اللي الايجنت بياخدها. المفروض الايجنت بيحسب الريتيرن. هنشوف بتحسب ازاي ان شاء الله المره الجايه. احنا ادينا عليه هنت سريع قوي 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 المره اللي فاتت، بس برضو هنقوله بقى ان ديتيلز قوي المره الجايه ان شاء الله. آه تاني حاجه ان شاء الله زي ما بقول لكم كده يعني الفيلوسفي بتاعت الكورس ده ان احنا مش هناخد الديفينيشنز او الترمينولوجيز اللي هي بتتوه الناس في الاول، لان هم ما بيشوفوش الاكزامبل ده فما بيبقوش عارفين عامله ازاي. فهنبدا نشوف بقى ازاي نعمل كلاسيفيكيشن للالجوريزم. برضو مش هناخد كل الكلاسز بتاعتهم، هناخد على الاقل ازاي نكلاسيفاي حاجتين او تو تايبس اوف algorithms. بعد كده ان شاء الله هنكمل الباقي. آه شكرا ليكو، وان شاء الله نتقابل الاسبوع ده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.